أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زلنا نتكلم عن الموضوع المهم اللي نحاول نسلط الضوء عليه، يعني موضوع الشائك وموضوع لعله البعض يتوهم من الملحدين أو المناهضين للإسلام والمنتقدين له، وهو سيرة النبي صلى الله عليه وآله. أريد أن أقدم مقدمة حول هذا الموضوع، وهو أن طبعا احنا تكلمنا بهذا الموضوع سابقا وذكرنا عدة مواضيع فيه، وذكرنا السرية الأولى اللي أمر النبي صلى الله عليه وآله أن يعني أرسلها إلى نعم للاستطلاع. وقلنا يعني حللنا هذا الموضوع وبحثنا هذه الحادثة بحثا مفصلا، وبعد كل واحد وحسب رأيه. لكن المشكلة أنه أنت من تريد تبحث أي موضوع معين حاول أن تكون منصف في بحثك. حياكم الله. مولاي، حسن، زينب، علي، أهلا وسهلا ومرحبا. شاركوا البث جزاكم الله خير. شاركوا البث إذا تقدرون تسووه، تكبيسات على مود يصعد البث. عليكم السلام، حياك الله زينب. نعم، محمد جاسم، مولاي. نعم، فإحنا قلنا اللي يبحث سيرة النبي صلى الله عليه وآله، خاصة سيرة مليئة بالمواضيع، يعني المواضيع خاصة اللي تتعلق بالغزوات. سيرة النبي صلى الله عليه وآله إلها جوانب متعددة، وخاصة ما يتعلق بالغزوات. زينب، إذا سؤال يتعلق بنفس الموضوع تفضلوا. نعم. مولاي العبادي، حسين، حياكم الله. عليكم السلام، أهلا وسهلا. زين، وهذا الموضوع موضوع مهم، وخاصة اللي يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وآله، وخاصة السيرة المتعلقة في كيفية نشر الإسلام. هل انتشر بالسيف؟ لأن البعض يدعي أن الإسلام انتشر بالسيف، لكن هل هذا الكلام صحيح؟ هذا اللي احنا نريد نبينه. حياك الله الحشداوي. نعم، هذا اللي احنا نريد نحاول نبينه. فالنبي صلى الله عليه وآله، السيرة قلنا السيرة اللي يقراها بإنصاف سيرة مشرقة للنبي صلى الله عليه وآله، وخاصة في كيفية الدعوة. القرآن يعبر يقول: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لكن احنا ذكرنا في الحلقة الماضية أنه شلون كانوا يتعاملون قريش ويا النبي صلى الله عليه وآله أثناء دعوته. حينما دعاهم كيف تعاملوا معه؟ تعاملوا معه بالاستهزاء والتكذيب والاتهام بالسحر والشعوذة والكهانة وإلى آخره من الاتهامات. لكن بماذا قابلهم النبي صلى الله عليه وآله؟ قابلهم بالإعراض عنهم، باعتبار أنه الإعراض عن الجاهلين هو عمل حسن، وخاصة لم تكن عندك يعني ما تدفع به هذا الشر. زين، فإحنا نحاول نسلط الضوء على هذه الأحداث والغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وآله. وقلنا إحنا نتحدث ونرد على كتاب، هذا الكتاب للؤي عشري، كتاب لأحد الملحدين يدعي بأن النبي صلى الله عليه وآله غزواته كلها هجومية، وأراد فقط السيطرة على الآخرين. مو كانت غزواته لنشر الدعوة مثلا، أو كانت غزواته دفاعية لطرد الأعداء مثلا، أو للدفاع عن نفسه. هو ما يدعي هذا الادعاء. هو يقول لا، غزواته كانت هجومية، والسبب نشر الإسلام هو الغزوات اللي غزاها. أما لو لم يغزو، هذا هو دعوة، لو لم يغزو لما انتشر الإسلام. هاي الدعوة اللي احنا نحاول نرد عليها.
زين. حياكم الله، أهلا وسهلا. زين، احنا ذكرنا سرية حمزة بن عبد المطلب، وقلنا هذه السرية انتهت بدون قتال، انتهت بدون قتال. ذكرنا أمس كيفية تعامل قريش مع النبي صلى الله عليه وآله، وكيف كانوا يتعاملون ويتآمرون عليه ويرمونه بالحجارة. يعني أنا أستغرب أنه كيف يبحث هؤلاء يدعون أنهم عقلاء وفق المنظور العقلائي، وفق المنظور يعني وفق القوانين الموجودة حاليا، اعتبرها من باب حرية التعبير، اعتبرها من باب حرية العقيدة، أنه النبي صلى الله عليه وآله جاء بفكر معين، جاء يعني عقيدة معينة. أقلا أنت طالبة بالدليل، ليش تتعارض وياه بدون أن تطرح هناك أدلة تدل على بطلان عقيدته أو تدل على حقية عقيدتك أنت؟ وهذا اللي لازم يتعامل وياه العقلاء، هو بهذا المضمون. فما كانوا يتعاملون ويا النبي بهذه الكيفية، لا، يتعاملون ويا النبي بالتكذيب، يتعاملون وياه بالاتهامات فقط، أو أقوى ما لديهم هو أنه هذا ما وجدنا عليه آباءنا. مو هيجي؟ أخوان اللي يريد ينضم ويانا للبث خلي يطلب جيست، وأنا نعم اللي يريد ينضم ويانا للبث. زين، فالنبي صلى الله عليه وآله كان يطرح عليهم الأدلة العقلية، الأدلة الفطرية، وكان يتعامل وياهم تعامل جيد وكله بالأدلة، يعني يحاول أن يمشيهم على السيرة العقلائية يمشيهم. لكن هم وهذا كان دعواهم أنه هذا ما وجدنا عليه آباءنا وإنا على آثارهم مقتدون. هذا مضمون الكثير من الآيات القرآنية. حياك الله فاضل مولاي. مولاي عباس الفاضل، خلوا أسئلتكم في داخل الموضوع. مولاي أنا جابري بس مو سيد، الجوابر عشيرة من بنحكي، اي مو سيد، اكو سادة، الجوابر هذول سادة، يعني جانب من جانب السادة، اما احنا لا، احنا الجوابر راجعين البنحكي مو سيد. زين، فهذا تعامل العقلاء. النبي صلى الله عليه وآله هيك كان يتعامل وياهم. لكن احنا قرأنا، وإذا يريد يتابع الحلقة مال البارحة أنا نشرتها على قناتي على اليوتيوب، هم إذا تريدوا تراجعونها راح تستفادون هواي. وتحاولون أنه اللي يتهم هذه الاتهامات للنبي صلى الله عليه وآله ويدعي أن النبي كان يتعامل مع كان يتعامل مع مثلا المشركين بالسيف او هاي، بس دزوا له الرابط مال البحث اللي بحثنا البارحه وخليه يشوف الحقيقه شنو. احنا ما تجاوزنا الاصول البحثيه والمنهج العلمي الصحيح، كله طرحناه من الادله التاريخيه. شيخنا إذا تسد البث وتفيد الناس نكسب حسنات أكثر. مو زين، هذا رأيكم مولاي سيد الهدى مولاي. احنا عندنا موضوع، هذا الموضوع احنا نحاول نرد على بعض الأشخاص اللي يدعون بأنهم يعني ينقدون الدين الإسلامي، ينقدون النبي صلى الله عليه وآله، ويتهمونه ببعض الروايات. هسه احنا ما نقول كل الروايات، اكو بعض الروايات مدسوسة، اكو بعض الروايات مكذوبة، يريدون ان يشوهوا صورة النبي صلى الله عليه وآله. يعني هاي الروايات موجودة الإسرائيلية، وخاصة اللي كانوا يعني اتهامات كثيرة للنبي صلى الله عليه وآله. فاحنا نحاول
فإحنا نحاول قدر الإمكان أنه نبين يعني نجمع بين الروايات التاريخية ونطلع بنتيجة. وخاصة هاي الدعاوى التي يدعونها الملحدين، يدعونها المسيحيين، ويشنعون على التاريخ الإسلامي، السيرة الإسلامية، سيرة النبي صلى الله عليه وآله. هذا اللي احنا نحاول الرد عليه. هسه ذا اكو موضوع آخر تريدنا نتكلم به، تقول أنت ونستثاب أكثر. وكل واحد وتكليفه. تعرفون أنه رجال الدين لهم وظائف مختلفة. واحد يحاول أنه يرد على الشبهات العقائدية، واحد مثلا بجانب الخطابة، واحد بجانب البحث الأصولي، كل واحد ويعني اختصاصه. فإحنا نحاول قدر الإمكان أن نرد على هاي الشبهات. جزاكم الله خير، وأشكرك على هذه النصيحة. زين، فالمقدمة اللي ذكرتها بالبداية هو أنه حينما ننظر إلى سيرة النبي نجد أن هناك روايات مكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله. إحنا ما نخلي يعني مثلا ما ننظر إلى فقط هذه الروايات التي مثلا فيها انتقاص للنبي، لأنه إحنا وفق المنهج العلمي والبحث الموضوعي أن نجمع بين الروايات ونخرج بمحصلة. فهيك طريقة يعني طريقة البحث الموضوعي، طريقة المنهج العلمي. أنت مو فقط تأخذ رواية وتشنع بها على النبي أو على القرآن أو على المسلمين في ذلك الزمن. نعم، فإحنا نحاول قدر الإمكان إن شاء الله إحنا مرجعنا القرآن. أي كلامكم صحيح. يقول شيخ إحنا مرجعنا القرآن، أي شيء يعارض القرآن يرد، يعني لا نأخذ به. أي صحيح، اللي يعارض القرآن يجي بس بحث أكثر، بحث موسع مطول. فإحنا راح ذكرنا البارحة أن النبي صلى الله عليه وآله حينما بدأ دعوته وأخذ يدعو قريش شلون عاملوه. وذكرنا الروايات البارحة، روايات تتحدث عن أنه كانوا يضربونه بالحجارة. ما أعرف وفق المنطق العقلائي إذا واحد يجيك بدعوة، يجيك بفكر معين، أنت ترمي بالحجارة على شنو؟ هاي إن دلت على شيء تدل على شنو؟ تدل على أنك عاجز عن ملاقاته بالحجة، بالتالي تلجأ إلى الوسائل الأخرى. ضربه بالحجارة على شنو؟ يعني مثلا الروايات تتحدث عن أن النبي كان يأتي ويصلي بالمسجد، يأتون بالسلة، هاي القاذورات ويذبونها على ظهر النبي وهو يصلي. هذا إن دلت على شيء يدل على شنو؟ يدل على عجزهم عن مجاراة دعوة النبي، لذلك يلتجئون إلى هذه الاعتراضات السخيفة. مثلا الروايات اللي تتحدث عن كيفية قتل ياسر وسمية، أبوا عمار بن ياسر وسمية، بسبب اعتناقهم وإيمانهم بالنبي صلى الله عليه وآله قتلوهم شر قتله. وعجيب أنه أنت شخص يجيك أو يؤمن. المشكلة الملحدين اللي يقرون سيرة النبي صلى الله عليه وآله يغضون النظر عن هاي الأمور. أنا أستغرب ليش تغض النظر؟ أنت منصف تقول أنا منصف، ابحث بحث موضوعي، ابحث بحث منهجي. هاي الروايات اللي تتحدث عن اضطهاد قريش للمسلمين وين تخليها بيا خانة؟ على الأقل أن النبي صلى الله عليه وآله حينما كان يحارب قريش قل أن أسبابها هذه الأسباب هي بسبب اضطهاد قريش للمسلمين، وإلا من يهجرونهم من مدينة ويصادرون أموالهم شنو استحسبها؟ والعجيب أنه هذا لؤي عشري، هذا أحد الملحدين، هذا اللي احنا نحاول نرد على كتابه، عجيب يقول قريش كانوا متسامحين بعكس سيرة النبي والمسلمين. يقول المسلمين لم يكونوا متسامحين. ومن يتكلم عن بوادر العنف يقول بوادر العنف هو أنه النبي كان يعني ينتقص من عقائدهم بأي معنى؟ تقول لي بمعنى النقد؟ إيه نعم،
النقد مشروع. طريقة العقلاء أن ينقدون أفكار الآخرين إذا كانت فيها أخطاء. تقول لي مثلا الرواية اللي أنت ذكرتها مثلا كسرهم للأصنام، هاي ما تحسب من بوادر العنف، لأن هاي مسألة سرية ولم يعلم أحد بهما، فهي أصلا مو سبب للعنف، لأنهم ما يدرون أن النبي والإمام علي هم اللي كسروا أصنام قريش من صعدوا على الكعبة. فما أصلا ما يصير أنت تكتبها. لا مولاي أيهم، هو احنا هذا نحاول احنا نرد على هذا الموضوع. يقول كثير من حروب النبي هجومية ابتدائية. لا هو هذا اللي احنا نحاول نرد عليه. يعني مثلا من تحسبها انت ابتدائية بأي معنى؟ ابتدائية بأي معنى؟ إلا إذا كان تقصد الابتدائية، أنا أتفق وياك أنها ابتدائية بهذا المعنى، بمعنى ضربة استباقية، بهذا المعنى ضربة استباقية. يعني مثلا شلون الشخص العدو يتحضر يريد مثلا يهجم علي، أنا يعني أسبقه وأهجم عليه. هذا ما تحسب ابتدائية. هاي ما تسمى ابتدائية أصلا، هاي دفاعية، وإن كانت هي هجومية بس تسمى ضربة استباقية. مثل هذه تسمى حروب دفاعية. بعد أنا لو العدو ما يتحضر لو يريد يهاجمني أنا ما أهجم عليه، لكن السبب منه اللي السبب كان هو ذاك الشخص. يعني قريش اللي كانت تحضر على مود تهجم على النبي صلى الله عليه وسلم. هسه تقول لي اعتراض طريق القوافل، أنا أتفق وياك اعتراض طريق القوافل، لكن اعتراض طريق القوافل بسبب هجومهم هم، يعني بسبب اعتداءاتهم المتكررة على المسلمين، طردهم من مكة، مصادرة أموالهم، إجلائهم لشعب أبي طالب 3 سنين أو 4 سنين بحسب اختلاف الروايات. وتخليها بأي خانة هذا. يعني تتفق وياه هذا الكاتب لؤي عشري الملحد اللي يقول مثلا كانوا متسامحين، يعني هاي تخليها بخانة التسامح. تقتل رجل وامرأة بمجرد ما يؤمنوا بالنبي، وانت اصلا ما مبين لهم دليل على صحة اعتقادك. هذا ما وجدنا عليه آباءنا. يعني انت تريد تخلي الناس تؤمن بيك وتكذب النبي على اساس انه هذا ما وجدنا عليه آباءنا. وين ادلتكم؟ وين حجتكم؟ عجيب صدق، عادة الجاهلية حقيقة. يعني انت مثل لؤي عشري او انت مع احترامي لك ايهم، يعني فعلا انت يعني تدافع عن قريش بهذا المعنى؟ عجيب. زين، هسه نجد نتكلم عن السرية الثانية اللي يذكرها لؤي عشري في كتابه، في ذكر سرية حاولت الاعتداء على بني كنانة. حاول الاعتداء على بني كنانة. زين، هو يذكر، هو هذا الكاتب لؤي عشري يقول يذكر لنا أحمد بن حنبل في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في دلائل النبوة أن محمدا أرسل سرية للعدوان على بني كنانة ممن جاوروه قرب منطقة قبيلة جهينة، ربما باعتبارهم أقارب لبني كنانة. هذا هو التحليل السخيف. يعني يهجمون لأنهم أقارب. هسه لو كانت هذا اللي جاي يحكي معلومة بها مجال، بس مو يجيب لي تحليلات ما لها غرض بالرواية. الرواية خلي أعطيكم فكرة عنها قبل لا أقرأها. الرواية تتحدث عن أن النبي صلى الله عليه وآله أرسل مجموعة على مود يعترضون قوافل قريش. هسه تقول لي شنو السبب؟ نعم، زين.
نعم. فالنبي صلى الله عليه وآله أرسل مجموعة لقتال، أرسل سرية لقتال جهينة. نعم. نعم. أرسل سرية لقتال بني كنانة اللي هم صايرين بجنب قبيلة جهينة. لكن الرواية اللي تذكر أنه من أرسلهم على مود القتال، صح لو لا؟ هسه احنا خلينا نجي نحللها الرواية يعني احنا ونص الرواية تتحدث عن شنو؟ الرواية تتحدث عن أن هؤلاء هم أنفسهم قالوا بأن هجومنا على بني كنانة بسبب إخراجهم لنا. شوفوا، يعني هو التحليل قبل شوي ايش قال بالتحليل لعله باعتبار أن بني كنانة أقارب المن، أقارب لأهل مكة، باعتبار أنه أقارب لأهل مكة، بينما الرواية مو باعتبار أنهم أقارب، باعتبار أن هؤلاء هم من أخرجوا، هم من ساهموا في إخراج المؤمنين من مكة ومصادرة أموالهم وإسكانهم في شعب أبي طالب، يعني هجروهم إلى شعب أبي طالب. فالرواية هيش تتحدث. هسه احنا خلينا نجي نطبق نص الرواية ونشوف أنه التحليل اللي وصل لهذا الشخص هل هو تحليل صحيح أو لا. زين. يذكر الرواية السند يعني عن سعد بن أبي وقاص. نعم. قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة جاءته جهينة. اجت جهينة. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. جاءته جهينة وقالوا للنبي صلى الله عليه وآله: إنك قد نزلت بين أظهرنا فأوثق لنا حتى نأتيك وتؤمنا. فأوثق لهم فأسلموا. هسه جهينة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وأسلموا، يعني جعلوا بينهم ميثاقا. نعم. نعم. فجاءته جهينة وطلبوا من النبي صلى الله عليه وآله أن يوثق لهم ميثاقا. فبمجرد ما إن شاء الله من أكمل أرد عليك. فبمجرد ما أوثق لهم ميثاقا فأسلموا. هسه هنا هم إسلامهم على مود شنو؟ يعني ما هو السبب في إسلام هؤلاء؟ الرواية أنه تذكر أنه أوثق لهم ميثاق فأسلموا، يعني مو مجرد إسلام هيك، لا، إسلام عن قناعة. الظاهر أنه هكذا، عن قناعة، وإلا شنو أسلموا يعني هيك عن لا شيء. واللطيف أن هؤلاء لم يجبرهم النبي صلى الله عليه وآله، لم يجبرهم على الإسلام فدخلوا الإسلام. هسه أنا أريد أسأل سؤال مثلا، أنه هؤلاء شنو السبب إسلامهم؟ ليش مثلا هذول أسلموا؟ ليش يعني يعني شنو السبب إسلامهم؟ نعم. ليش أسلموا مثلا؟ من يعني هل أجبرهم النبي مثلا على ذلك؟ لا، وإنما حياكم الله، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم بخير شيخنا. أهلا وسهلا. اعتذر المقاطعة، كمل يا أستاذي العزيز. زين. فالنبي صلى الله عليه وآله، والرواية هنا لم تذكر أنه مثلا يعني مثلا أجبرهم على دخول الإسلام، لا، تذكر الرواية أنه أوثق لهم ميثاقا فأسلموا. قال: فبعثنا
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رجب ولا نكون 100 وأمرنا أن نغير على حي من بني كنان. النبي صلى الله عليه وآله أمرهم أن يغيروا حي من بني كنانة إلى جنب جهينة فأغرنا عليهم وكانوا كثيرا فلجأنا إلى جهينة فمنعونا وقالوا لم تقاتلون في الشهر الحرام. يعني هنا جهينة اعترضوا على المسلمين، أنتم ليش تقاتلون في الشهر الحرام؟ فقلنا، شوفوا هسه احنا وهاي الرواية، فقلنا إنما نقاتل من أخرجنا من البلد الحرام في الشهر الحرام. فالدفاع عن النفس واسترجاع الحقوق غير مشروط بشهر معين أو حتى في الأشهر الحرم. فالدفاع مثلا الشخص اللي يدافع عن نفسه يدافع عن نفسه شنو مثلا إلا بالشهر الحرام فقط؟ لا، بأي شهر يريد يسترجع حقه ماكو مشكلة. شيخنا سؤال. تفضل. آية بالقرآن هي بنفس الموضوع مو؟ لا بعيدا عن الموضوع، أنا ما أعرف عن الموضوع اللي كنت تحكي فيه أصلا. لا احنا لازم نتكلم بنفس الموضوع. أنا جتني دعوة من لأنه احنا عندنا عفوا اخوي، احنا عندنا افكار متسلسله ونريد كنا مخنوق. العفو. غير متي شوية شرقت شيخنا العزيز، السلام عليكم. حياكم الله. عليكم السلام. اعذروني شوية فاتح مايك. بس هذا حتى محتار هسه شلون اريد اطلع شلون. خطأ عليهم صاروخ من القصف. بلي شيخنا أنا ما أعرف الموضوع اللي كنت تتكلم عنه صراحة، لكن جتني دعوة من خلال لايفك، فأنا أكو سؤال يدور بذهني. لا شوفوا عفوا مو انا ما دزيت الدعوه لاحد، انا لقيت انتم دازين دعوه وتطلبون من عند القبول، مو صح؟ صح، أنا قبل دزيت وطلعت لأن كنت تتكلم أنت بموضوع قلت يعني ما يصير قاطع. اي زين عفوا، انا هسه اذا اريد واحد اخرجه من البث شلون؟ انت تعرف انا بالنسبه لي ما اعرف باللايف والبثوث وهاي. تمام. ما فهمت من خلالك، يعني تقدر تجاوبنا على السؤال تفسير. نكمل موضوعنا. عفوا خلينا نكمل موضوعنا وان شاء الله بخدمتكم. تمام. او تقدرون مثلا تراسلون على الخاص وانا بخدمتكم. زين، فالنبي صلى الله عليه واله حينما بعثهم بعث هذه السريه. خلي احنا الروايه تتكلم، تقول شنو؟ تقول انما نقاتل من اخرجنا من ديارنا في الشهر الحرام وفي البلد الحرام، يعني في مكه. فهسه هاي الروايه تحدث عن من؟ تحدث عن ناس مظلومين يريدون ان يدفعوا الظلم عنهم، يريدون ان يسترجعوا حقوقهم. فبأي معنى أنت تجي وتقول هاي السرية النبي صلى الله عليه وآله كانت هجوم من عنده، أو بحسب ما يعبر أنه كان يقطع قوافل قريش ويمارس مثلا الإجرام والدعوة إلى الدين بالسيف؟ خب بأي معنى هيك أنت يعني شنو المبرر أنه تتكلم هذا الكلام؟ فقال بعضنا لبعض ما ترون، المسلمين بدأوا يتشاورون بيناتهم، ما ترون؟ فقال بعضنا نأتي نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فنخبره، وقال قوم لا بل نقيم ها هنا، وقلت أنا في أناس معي لا بل نأتي عير قريش فنقتطعها. نعم، فنقتطعها. فانطلق إلى العير وكان الفيء ذاك من أخذ شيئا فهو له، يعني هاي العادة اللي كانت عندهم قديما.
فانطلقنا إلى العير، وانطلق أصحابنا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروه الخبر. زين. فقام غضبان محمر الوجه فقال: أذهبتم من عندي جميعا وجئتم متفرقين؟ إنما أهلك من كان قبلكم الفرقة. يعني أنتم إذا تتفرقون هذا. عليكم السلام كرار زيد مولاي. زين. لأبعثن عليكم رجلا ليس بخيركم أصبركم على الجوع والعطش. فبعث علينا عبد الله بن جحش الأسدي، فكان أول أمير أمر في الإسلام. فتلاحظ أنه إحنا والرواية بعد ما يحتاج أنت تروح تحلل خارج الرواية. الرواية تتحدث عن هؤلاء حينما بعثهم النبي كانوا غايتهم استرجاع حقوقهم، غايتهم دفع الظلم عنهم، غايتهم واعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. وهذا يعني هاي قاعدة عقلائية وقاعدة قرآنية. فلحد الآن وفق هذه الروايات النبي والمسلمين لم يخرجوا عن المعتاد، لم يخرجوا عن القاعدة العقلائية، حتى في المنصوص عليها بالقوانين اللي يعتدي لابد أن يعاقب. لكن طريقة العقاب تختلف. إذا تجي مثلا القوانين الوضعية، نعم طريقة العقاب أنه تلتجئ إلى الدولة، تلتجئ إلى الحكومة، هي اللي تأخذ بحقك. أما إذا ماكو، بعد الطريقة العقلائية يقول لك أنت إذا تقدر تأخذ حقك أخذه. زين. شوفوا فشي علق هو هذا لؤي عشري يقول: فهذه من أوائل تحركاته العدوانية الانتقامية. شوفوا، عدوانية انتقامية التي لا تصلح في ضوء مبادئ الجيرة الدولية. يعني يريد يطبق ما كان في زمان النبي صلى الله عليه وآله على هذا الزمان، باعتبار أنه الحقوق والقوانين الدولية الآن ما تسمح. زين، أنت شلون تطبق هذا على القوانين مع أنه في القوانين الدولية أنه الجار إذا يعتدى عليك من حقك أنه تعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليك وفق القوانين، هذا موجود. نعم، يقول التي لا تصلح في ضوء مبادئ الجيرة الدولية التي لم تكن شيئا مراعاة عند عرب شبه الجزيرة القدماء، لكنه تمادى. يعبر عن النبي يقول لكنه تمادى. كرار الزيداوي: النبي لم يهدر دم المرتدين إلا البعض، وإلا إذا قاري فعلا تذكر أنه قال ما تظنون أن هاي في فتح مكة، قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، فقال اذهبوا أنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله. إلا بعض المجرمين في مكة، بعض المجرمين في مكة هذول أهدر دمهم. ليش؟ بسبب جرائمهم في حق النبي. النبي لم يهدر دم شخص مسالم أبد، أو بمجرد أنه لم يدخل الإسلام. وإذا تريد تراجع التاريخ راجع. وإذا لقيت أكو جماعة مثلا، أكو أشخاص قتلهم النبي ولم يفعلوا شيئا، تعال جيب لي الرواية ونناقش. يقول لكنه تمادى أكثر مما يتصور كما سنرى. هو يقول كما سنرى. زين، خلي احنا وياكم نرى ما يأتي به. زين، السرية الثالثة اللي يذكرها اللي هي سرية نخلة. هاي سرية نخلة، خلي بالبداية. نعم، هاي سرية نخلة تذكر أن هناك مجموعة أو سرية من المسلمين بعثهم النبي صلى الله عليه وآله فقط للتجسس، مثلا يعني سرية استطلاعية تريد أن تتحسس أخبار قريش، شنو مخططاتهم لأجل النبي، لأن المواضيع كانت محتدمة فيما بينهم، وكل منهم يريد أن يعني يخطط للآخر. بس النبي تخططاته فقط يريد أن يكف العدوان عنه، أما هؤلاء يخططون على ماذا؟ لزيادة الظلم على النبي. وإلا النبي لم
يعني يعتدي عليهم ولم يظلمهم ولم يعني يسلب حقهم بأي معنى، لكن أرادوا فقط أن يخلصوا يعني هكذا باعتبارهم أن يخلصوا عقائدهم من خلال قتل المسلمين وقتل النبي صلى الله عليه وآله. والدليل الروايات اللي ذكرناها البارحة، اللي المساومات اللي صارت وي أبي طالب، قالوا له إحنا نعطيك من أفضل شبان مكة، شاب من شباب مكة، نعطيك إياه ابن إلك مقابل أن تعطينا محمد نقتله. وهذا أيضا نموذج من نماذج تسامح قريش اللي يعبر عنه لؤي عشري في هذا الكتاب. زين، هاي سرية نخلة هذول دزهم النبي صلى الله عليه وآله، لكن هم خرجوا عما قاله النبي وصاهم عدة وصايا، هم تركوا هذه الوصايا وبدأوا يتصرفون منها قتل ابن الحضرمي اللي بهاي السرية. إن قتل ابن الحضرمي النبي صلى الله عليه وآله قال لم أأمركم، نعم يجوز اشتباه صار، فقال النبي صلى الله عليه وآله لم أأمركم أن تقتلوا ابن الحضرمي أو أن تقتلوا شخصا، لم أأمركم بالقتال، لكن هم شنو اللي سووا؟ قتلوا ابن الحضرمي بتصرفات منهم. فحينما جاءوا إلى النبي نهرهم على ما فعلوا، ودفع دية هذا ابن الحضرمي، دفع الدية مالته، وإلا النبي لو أمرهم بالقتل على أي أساس أنهم يدفعون ديته؟ قال سرية نخلة. هذا اللي ذكرناها فقط يعني ملخص لما موجود فيه. نعم شيخنا عندي سرية سؤال. نخلة. نعم تفضل. بنفس الموضوع على مود لا شيء. لا إذا ظل عند بحثك عادي، أنا عندي سؤال بس شيخنا غيره. إذا بنفس الموضوع تفضلوا، وإذا بغير الموضوع على مود لا يتشتت البحث. جزاكم الله خير. عندي سؤال، يعني إذا واحد يسمى مراجع شنو حكمه، أو أنا شنو عليه لازم أقول له؟ هذا بعدين نتكلم به. سب العلماء والمراجع هيك قصدكم؟ ايوه، انا شنو اتخذ اجراء او صورة ما تتخذ اجراء، تنصحه فقط، هو هذا يعني، بس نصيحة. اي خوش شو اسوي له يعني مثلا شيء؟ اي صح. يلا ابدي شيخنا. عندنا نصيحة. سرية نخلة قال زين. قال ثم سرية أميرها عبد الله بن جحش إلى نخلة، ونخلة وادي بستان بن عامر في رجب على رأس 17 شهرا. قال عبد الله بن جحش دعاني رسول الله. عبد الله بن جحش يقول دز علي النبي صلى الله عليه وآله، دعاني رسول الله صلى الله عليه وآله حين صلى العشاء فقال وافي مع الصبح، معك سلاحك أبعثك وجها. قال فوافيت الصبح وعلي سيفي وقوسي وجعبتي ومعي درقتي، فصلى النبي صلى الله عليه وآله بالناس الصبح ثم انصرف، فيجدني قد سبقته واقفا عند بابه وأجد نفرا معي من قريش، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله أبي بن كعب فدخل عليه فأمره رسول الله، يعني جعله أميرا. نعم، فجعله أميرا وكتب كتابا، ثم دعاني فأعطاني صحيفة من أديم خولاني فقال قد استعملتك على هؤلاء النفر، يعني جعلتك عاملا ومسؤولا على هؤلاء النفر اللي أنا راح أدزهم وياك وأدزك أنت وياهم. فامضي حتى إذا سرت لليلتين فانشر كتابي، يعني افتح هذا الكتاب ثم امضي لما فيه، يعني طبق ما تجده مكتوبا في هذا الكتاب. قلت يا رسول الله أي ناحية، يعني بأي اتجاه أنا أروح؟ فقال اسلك النجدية تأم ركية. قال فانطلق حتى إذا كان ببئر بني ضميرة نشر الكتاب، يعني فتح الكتاب فقرأه فإذا فيه
سر حتى تأتي بطن نخلة على اسم الله وبركاته، ولا تكرهن أحدا من أصحابك على المسير معك. يقول له الأشخاص اللي وياك أنت لا تكرههم على أن يأتوا معك، أنت فقط امشي. إذا مثلا أحبوا أن يأتون معك فبها ونعمت، وإذا أرادوا أن يرجعوا أنت بعد لا تكرههم على هذا. زين. فلما قرأ عليهم الكتاب قال لست مستكرها منكم أحد، فمن كان يريد الشهادة فليمضي لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله. فمن كان يريد الشهادة هنا راح نتبين أنه من قال فمن يريد الشهادة فليمضي. هنا حتى هاي كلمة الشهادة راح يعني يتبين أنها من كلامه هو، يعني مو من كلام النبي صلى الله عليه وآله، ومن تحليلاته هو لما بعثه النبي. زين، لأنه النبي ما دازهم يقاتلون على مود يقول فليمضي إلى الشهادة معي. ومن أراد الرجعة فمن الآن، فقالوا أجمعون نحن سامعون مطيعون لله ولرسوله ولك، فسر على بركة الله حيث شئت. فسار حتى جاء نخلة، يعني هذا المكان، فوجد عيرا لقريش فيها عمرو بن الحضرمي والحكم بن كيسان. زين، والحكم بن كيسان المخزومي، وعثمان بن عبد الله بن المغيرة المخزومي، ونوفل بن عبد الله المخزومي. فلما رأوهم أصحاب العير هابوهم، يعني قريش هابوا أصحاب النبي وخافوا منهم. مقصد الكتاب، يعني شو تقصد مقصد الكتاب؟ الكتاب اللي أجاي أشرح به كتاب نقد الإسلام للؤي عشري، أحد الملحدين. لا، مو الكاتب، مو المؤلف. أقصد لك يعني لا أين دز الكتاب، لأي البلاد؟ أي كتاب تقصد؟ الكتاب اللي دزه النبي صلى الله عليه وآله بيد عبد الله بن جحش؟ بلي الوثيقة. لا، هو مو كتاب، هو مثل الرسالة، مثل الوصية إله هو نفسه. هو عبد الله بن جحش قال له هاي الوصية إلك، بس مو هسه تفتحها إذا وصلت المكان الفلاني، وتمشي بحسب الوصايا الموجودة في هذا الكتاب. هو المكان الفلاني أقصد لك عليه، يعني بأي البلاد اتجه إليه المرسل؟ هذا مكان اللي هو يسمى النخلة. هذا المكان كانت تمر فيه قوافل قريش التي تأتي بالتجارة من الشام إلى مكة. هيك قصده. زين. قال فلما رأوهم أصحاب العير، يعني قريش أهل القافلة، هابوهم وأنكروا أمرهم. فهنا بدت الخطط منين؟ بدت منين الخطط؟ بدت من عبد الله بن جحش. يعني النبي صلى الله عليه وآله ما أمر بالقتال كما سنبين، ولكن من هنا بدأ. يعني أول موقف أو أول حدث فعله عبد الله بن جحش أنه حلق رأس عكاشة، باعتبار أنه يريد أن يثبت لأهل القافلة اللي هو ابن الحضرمي والحكم بن كيسان المخزومي، يريد أن يبين لهم أنهم ليس من أصحاب النبي وإنما عمار، يعني جاءوا إلى العمرة. زين. فحلق عكاشة رأسه من ساعته ثم أوفى ليطمئن القوم، يعني أنه ليس جاي يعني للتجسس عليهم ولكشف أمرهم ولأخذ مثلا التجارة منهم، وإنما يريد أن يشعرهم بأن ما جاء له هو العمرة، لأداء العمرة. قال عامر بن ربيعة فحلقت رأس عكاشة بيدي، وكان رأي واقد بن عبد الله وعكاشة أن يغيروا عليهم. عليكم السلام ورحمة الله. فكان رأيهم أن يغيروا عليهم، فيقول لهم عمار نحن في شهر حرام. فأشرف عكاشة فقال المشركون بعضهم لبعض لا بأس، قوم عمار، يعني جاءوا لأداء العمر، فآمنوا في أنفسهم وقيدوا ركابهم وسرحوها واصطنعوا طعاما، اللي هم أصحاب القافلة قريش،
تشاور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله في أمرهم، وكان آخر يوم من رجب ويقال أول يوم من شعبان، فقالوا إن أخرتم عنهم هذا اليوم دخلوا الحرم فامتنعوا، وإن أصبتموهم ففي الشهر الحرام. وقال قائل، هنا بعد بدت الاختلافات وين؟ عند أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، وقلنا هاي الأصحاب هذا تصرف من يمهم، مو امتثالا لما في الكتاب الذي أعطاه النبي لعبد الله بن جحش. زين. وإن أصبتموهم ففي الشهر الحرام. وقال قائل، لا ندري أمن الشهر الحرام هذا اليوم أم لا. وقال قائل، لا نعلم، لأنه بداية يعني نهاية رجب وبداية شعبان، يعني هم داخلين في شهر شعبان المحرم أو لا، هيك يريد يبين. قال فامتنعوا. زين. وقال قائل، لا نعلم هذا اليوم إلا من الشهر الحرام، إلا من الشهر الحرام، ولا نرى أن تستحلوه لطمع أشفيتم عليه. يعني أنتم لا تحاولون أن ترتكبون هذا الخطأ في الأشهر الحرم بسبب طمع، أنتم طمعتم بهذه القافلة. زين. فخرج. شوفوا شلون هسه احنا نبين انه النبي من امرهم للقافل، امرهم ان يتجسسوا او ان ياخذوا قوافل قريش. نبين يعني من خلال قراءتنا لهذه الروايه يتبين ان النبي لم يأمرهم، والا ما اختلفوا فيما بينهم، كان يمشون على ما قالهم النبي. والا هنا ايش يقول له لا ترتكبون هذا الخطأ في الاشهر الحرم بسبب الطمع اللي عندكم. يقول لطمع اشفيتم عليه، يقول له مو بسبب الطمع انتم راح تخالفون مثلا الاشهر الحرم وراح تقاتلون قريش. زين. فغلب على الامر الذي يريدون عرض الدنيا، يعني طمعوا في تجارة قريش، فشجع القوم فقاتلوهم. فخرج واقد بن عبد الله يقدم القوم، قد أنبض قوسه وفوق بسهمه فرمى عمرو بن الحضرمي، وكان لا يخطئ رميته بسهم فقتله. وشد القوم عليهم فاستأسروا عثمان بن عبد الله بن المغيرة وحكم بن كيسان، وأعجزهم نوفل بن عبد الله بن المغيرة. زين. واستاقوا العير، جابوا العير يعني القافلة اللي بها البضاعة، وقتلوا ابن الحضرمي، وجاءوا بأسيرين، عثمان بن عبد الله بن المغيرة وحكم بن كيسان المخزومي، فقتلوا واحد وأسروا اثنين وهرب الرابع. زين. هسه هنا هم راح يجون إلى النبي صلى الله عليه وآله. النبي هنا يبين موقفه أنه رضي بهذا العمل أو لا. يقولهم أنا لم أمركم بقتال. نعم. في رواية أخرى قال أنا سرت، ياهو عن المقداد بن عمرو، قال أنا أسرت الحكم بن كيسان، فأراد أميرنا ضرب عنقه اللي هو عبد الله بن جحش، فقلت دعه نقدم به على رسول الله، فقدمنا به على رسول الله، فجعل رسول الله يدعوه إلى الإسلام، فأطال رسول الله كلامه، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرا ما كان يدعو الحكم ابن كيسان كثيرا ما كان يدعوه للدخول للإسلام، وكان يشرح له يعني كيفية الإسلام، شنو مبادئ الإسلام، شنو مضامين ومفاهيم الإسلام. زين. فأطال معه الكلام، يتحدث النبي وياه. حكى الفيلسوف عمر بن الخطاب، شنو كان كلامه؟ فقال عمر بن الخطاب، هم كاتبين رضي الله عنه، فقال عمر بن الخطاب تكلم هذا يا رسول الله؟ هنا بدأ يستهزئ. زين. تكلم هذا يا رسول الله؟ والله لا يسلم هذا آخر الأبد، دعني أضرب عنقه. يعني كان متسرع، هي هاي المشكلة اللي بيه، كان متسرع دائما، كان غير حكيم بتصرفاته. نعم. دعني أضرب عنقه.
ويقدم إلى أمه الهاوية، فجعل النبي صلى الله عليه وآله لا يقبل على عمر، يعني أصلا ما يدير له بال، لا يقبل على عمر حتى أسلم الحكم. أسلم مو بسبب الخوف، بسبب شنو؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. زين. فقال عمر: فما هو إلا أن رأيته قد أسلم وأخذني ما تقدم وتأخر، يعني العصبية اللي أخذتني، وقلت كيف أرد على النبي أمرا هو أعلم به مني. هنا بدأ يحس بخطأ. زين. ثم أقول إنما أردت بذلك النصيحة لله ولرسوله. والله النبي ما محتاج نصيحتك، لو مفر النصيحة لنفسك هم أفضل يعني. قال عمر: فأسلم والله فحسن إسلامه وجاهد في الله حتى قتل شهيدا يوم بئر معونة. بئر معونة هي أحد المعارك، الغزوات اللي حدثت. ورسول الله صلى الله عليه وآله راض عنه ودخل الجنان. بس هنا إذا نجي إلى هذا الحكم بن كيسان، هل أجبره النبي؟ وليش النبي إذا كان هيك يعني كان متحامل على قريش خو يقتل هذا؟ ليش دعا إلى الإسلام؟ بمجرد ما أسلم تركه، مع أن هذا من المعتدين، هذا من أهل مكة، هذا من قريش، وقريش فعلت ما فعلت بالنبي وبني هاشم وبسائر المؤمنين من الهجر والتقتيل والاضطهاد والتعذيب. هذا تبين لك سماحة النبي صلى الله عليه وآله ودعوته الصادقة. يعني بمجرد يعني النبي كانت دعوته دعوة صادقة. منين نستفيد أنها دعوة صادقة؟ بسبب إسلام مثل هذا الحكم بن كيسان وغيره. بمجرد ما أسلم تركه، يعني عاف كل. زين. وأيضا في رواية أخرى قال الحكم: وما الإسلام؟ في رواية أخرى يبين أنه الحكم حينما دعاه النبي إلى الإسلام سأل أنه ما الإسلام؟ قال: تعبد الله وحده لا شريك له وتشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: قد أسلمت. الحكم بن كيسان قال: قد أسلمت. فالتفت النبي إلى أصحابه فقال: لو أطعتكم فيه آنفا فقتلته دخل النار. يقول له: أنا لو أمشي بكلامكم وأقتله كان يدخل النار. فالتفت النبي إلى أصحابه فقال: لو أطعتكم فيه آنفا فقتلته دخل النار. فقالوا: واستاقوا العير قالوا: واستاقوا العير، وكانت العير فيها خمر وأدم وزبيب، جاءوا به من الطائف فقدموا به على النبي صلى الله عليه وآله. زين. فقالت قريش: قد استحل محمد الشهر الحرام. هسه هذا الفعل الشخصي الذي لم يرضى به النبي صلى الله عليه وآله نسبته قريش للنبي، وهي هاي كانت المشكلة. فقد أصاب الدم والمال. نعم شيخنا، ذول الجماعة اللي سووا هذا الفعل والنبي ما يعرف به، يعني هل غضب عليهم النبي لو لا؟ هسه راح تبين الرواية أنه شلون ما رضى عليهم. هو ما يعرف بهم انه. فقالت قريش: قد استحل محمد الشهر الحرام. نعم. بهم انه سووا حرب بالشهر الحرام، لكن من رجعوا هو سامحهم. لا، خلينا نشوف هو غضب عليهم لو لا. هسه مثلا يقدر يختص من عندهم؟ ما يقدر يختص، لان هذول هم اعدائهم، هم ذبحوا حقوقهم وقتلوهم وكانوا يعذبونهم. هسه راح نبين الروايه وشوف شلون تتحدث. زين. فقالت قريش: قد استحل محمد الشهر الحرام فقد اصاب الدم والمال. نعم، الدم والمال، وقد كان يحرم ذلك ويعظمه. فقال: من يرد عليهم؟ إنما أصبتم في ليلة من شعبان وأقبل القوم بالعير، فلما قدموا عليكم السلام ورحمة الله، فلما قدموا على رسول الله وقف العير فلم يأخذ منها شيئا.
يعني النبي حينما جاءوا بالعير، يعني جاءوا بقوافل قريش، النبي لم يأخذ منها شيئا، وحبس الأسيرين وقال لأصحابه: ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام. يعني يظهر أن النبي أمرهم بالقتال أو لا؟ لم يأمرهم بالقتال. زين. رواية أخرى يقول: فحدثني ابن أبي سبرة عن سليمان بن السحيم قال: ما أمرهم رسول الله بالقتال في الشهر الحرام ولا غير الشهر الحرام، إنما أمرهم أن يتحسسوا أخبار قريش. هسه إحنا وهاي الروايات التاريخية أقلا إذا الإنسان يريد يكون منصف أخي العزيز، في بس عندي بحثه، سؤال لاحظ. يكون بحثه موضوعي ومنهجي نعم. بس عندي سؤال. يتفضلوا بالموضوع إن شاء الله. يعني هو سؤال جريء، أقدر أسأله؟ يعني سؤال شوية جريء. إذا بالموضوع اسأل. الموضوع شنو؟ حول غزوات النبي صلى الله عليه وآله، هل كانت دفاعية؟ لا أنا سؤالي عن الدين، مثلا يعني إذا أكو بها فتوى عن السادة ولا هاي، فأرد أشوفها شنو. إذا فتوى فراسلوني على الخاص وأنا بخدمتكم. أوكي تمام. هاي انطيتك متابعة. أنا خادمكم، جزاكم الله خير. زين. أنا أستأذنكم. قالوا: وسقط في أيدي القوم وظنوا أن قد هلكوا، وأعظم ذلك من قدموا عليه فعنفوهم ولاموهم، والمدينة تفور فور المرجل. وقالت اليهود: عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبد الله التميمي. عمرة الحرب، والحضرمي حضرت الحرب، وواقد وقدت الحرب. يعني يريد يشيرون إلى أن ما حدث لهؤلاء الأشخاص الثلاثة هو الذي سيسبب الحرب. وتعرفون بعد اليهود وشلون إشعالهم للفتن. زين. قال ابن واقد: قد تفاءلوا بذلك، كان ذلك من الله على يهود حتى يقدم صبانا، يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان. وزين في رواية أخرى يقول خرجنا مع عبد الله بن جحش حتى ننزل ببحران، فأرسلنا أباعرنا، وكنا 12 رجلا، كل 2 يتعاقبان بعيرا، فكنت زميل عتبة بن غزوان، وكان البعير له، فظل بعيرنا وأقمنا عليه يومين نبغيه، يعني نبحث عنه. ومضى أصحابنا فخرجنا في آثارهم فأخطأناهم، فقدموا المدينة قبلنا بأيام، ولم نشهد نخله، يعني لم يشهدوا هذه المعركة اللي انقتل بها ابن الحضرمي. نعم. فقدمنا على رسول الله وهم يظنون أن قد أصبنا، ولقد أصابنا في سفرنا مجاعة، لقد خرجنا من المليحة، وبين المليحة وبين المدينة 6 برد، وبينها وبين المأدن ليلة. نعم، بين مأدن بن سليم وبين المدينة. قال: لقد خرجنا من المليحة نوبة وما معنا ذواق حتى قدمنا المدينة. قال قائلون: نعم أبا إسحاق، كم كان بين ذلك وبين المدينة؟ قال: 3. هذا بس كلام، يعني مو محل الشاهد به. نعم. إذا بلغ منا أكلنا العظات وشربنا عليه الماء حتى قدمنا المدينة، فنجد نفرا من قريش قد قدموا في فداء أصحابهم. يعني يقول إحنا من جينا بعد أن أضلنا بعيرنا، يقول اجينا لقينا نفر من قريش جايين لفداء صاحبهم. زين. فأبى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يفاديهم، وقال: إني أخاف على صاحبي. يعني النبي صلى الله عليه وآله كان يعني يظن أن أصحاب ذول 2 كانوا أسرى قريش،
يعني قريش أمسكوهم، فيقول لهم خلي يجون أصحابي وأنا أفاديكم، يعني أنا أدفع الفدية لصاحبكم. نعم. فلما قدمنا فاداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. زين، يعني دفعوا الفدية، فاداهم. قالوا وكان من قول رسول الله صلى الله عليه وآله لهم إن قتلتم صاحبي قتلت صاحبيكم، وكان فداؤهما 40 أوقية فضة لكل واحد، والأوقية 40 درهما. نعم. فلو كان النبي صلى الله عليه وآله هكذا يعني يريد أن يقتلهم لقتلهم، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وآله يعني مثلا يجوز لعله الوضع الاقتصادي في المدينة هو الذي جعله يطلب فدية من هؤلاء. وقلنا بعد هو النبي يعني صادروا كل أموالهم وأخرجوهم من ديارهم، فأراد النبي أن يسترجع بعض الحقوق للمهاجرين اليوم، وهاي وظيفة النبي. طبعا النبي كان وظيفته أن يحمي هؤلاء وأن يعني يسد النقص الذي حدث لهم. فهذا كان من مسؤولية النبي صلى الله عليه وآله أن يأتي بهؤلاء ويأتي بما خسروه نتيجة خروجهم من مكة. زين. وفي رواية أخرى قال ونزل القرآن يسألونك عن الشهر الحرام. احنا مو قبل شوية ذكرنا أنه هذول كانوا يسألون أنه لماذا قتلتوهم في الشهر الحرام، فنزل القرآن قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل فيه قتال، يعني مضمون الآية قل فيه قتال كثير وصد عن سبيل الله. قال فحدثهم الله في كتابه أن القتال في الشهر الحرام كما كان. يعني شنو كما كان؟ يعني في زمن الجاهلية كانوا لا يتقاتلون في الأشهر الحرم، لكن أكو هناك استثناء. قال كما كان، يعني نفس العادة التي كانت موجودة، يعني إذا أكو زين مسوينه قريش أو الجاهلية فهي هاي عدم قتالهم في الشهر الحرام. وأن الذي يستحلون من المدينة هو أكثر من ذلك، يعني أنتم ما تريد تقاتلون، يعني لا تتقاتلون في الشهر الحرام، لكن اعتراضكم على النبي صلى الله عليه وآله وقتلكم لعمار لياسر وسمية واضطهادكم للمسلمين وبقية الأمور وإخراجهم من إخراجهم من مكة، هذا أنتم كنتوا تراعون به الشهر الحرام، فهنا كان الاعتراض. النبي كان يستدل عليهم بهذا. شوف قالوا ونزل القرآن يسألونك عن الشهر الحرام فحدثهم الله في كتابه أن القتال في الشهر الحرام كما كان، وأن الذي يستحلون من المؤمنين هو أكثر من ذلك. يعني قل له أنت اللي تحترم هاي الأشهر وتدعي أنك حفاظا على الإنسانية، حفاظا على الحقوق الاجتماعية، أنت ما تتقاتل بهاي الأشهر، خو أكثر من ذلك أنتم قاعدوا تسوونه، اللي هو جاي تستحلون دماء المسلمين، جاي تستحلون أموال المسلمين، أعراض المسلمين. وهاي الانتهاكات اللي حدثت منكم تجاه المسلمين في مكة، إخراجكم لهم من بيوتهم، مصادرة الأموال والاضطهادات التي حدثت. هذا إذا نخليه بخانة التسامح، وبخانة مثلا أنتم تردون تحافظون على الحقوق الاجتماعية، تحافظون على مجتمعاتكم، لأن هي صفة زينة أنه أنت تخلي بعض الأشهر ما تقاتل بها. لكن يقول لهم هذا اللي جاي يسوونه أنت أزيد من هذا، من القتال في الأشهر الحرم. هاي تصرفاتكم وتعاملكم ويا المسلمين جريمتها أكبر من جريمة القتال في الأشهر الحرم، لأن الغاية من عدم القتال في الأشهر الحرم الحفاظ على الناس، الحفاظ على أنفس الناس، أموال الناس. أنتم بهاي الأشهر الحرم أنتم سالبين حقوق المسلمين وجاي تتعاملوا وياهم هاي المعاملة السيئة. قال وإن الذي يستحلون من المؤمنين هو أكثر من ذلك،
من صدهم من بيانية، من صدهم عن سبيل الله حتى يعذبوهم ويحبسوهم أن يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني حتى الهجرة والخروج من المدينة كانوا ما يخلونهم، يحاولون يقتلون. وشلون أرسلوا من راحوا إلى الحبشة، إلى النجاشي ملك الحبشة، وراهم هناك دزوا أنه إحنا نعطيكم هدايا للملك مقابل أن تعطينا هؤلاء، مقابل أن هو شنو مثلا دازين لهم على اليمن مثلا، شنو يريد يرجعونهم لو يريدون يقتلونهم؟ قال وكفرهم بالله وصدهم المسلمين عن المسجد الحرام في الحج والعمرة وفتنتهم إياهم عن الدين، ويقول والفتنة أشد من القتل. الفتنة أنتم مجرد ما تخرجونهم عن إيمانهم أشد من قتلهم، لأنه قتله مجرد قتلة دنيوية عذاب ساعة أو بمجرد ما ينقتل وينتهي كل شيء، لكن العذاب الأخروي سيخلد فيه. العذاب الدنيوي ساعات سويعات ما يدوم، أو دقائق في بعض الأحيان إذا اقتصرنا على القتل فقط، لكن العذاب الأخروي، ولذلك يقول فتنة أشد من القتل. فهذه السرية الثانية. اليوم تكلمنا عن سريتين. السرية الأولى حتى وإن كان فيها اعتداء من المسلمين، لو فرضنا هكذا يعني فرضنا أنه اعتداء، وإلا هو مو اعتداء، وإنما هو استرجاع للحقوق، ومثلا رد الاعتداء من على أهل مكة وما فعلوه وتعاملهم ويا النبي وتعاملهم ويا المسلمين. فهذا اللي احنا جاي نتحدث عنه. اللي يقرأ السيرة لابد أن يقرأها بشكل موضوعي، بشكل منهجي، مثلا يعني يحاول قدر الإمكان أنه يحلل الروايات تحليل موضوعي على مود يكون منصف في بحثه. أنت مو بمجرد ما تجمع الرواية، يعني مو تجمع الروايات، يا ريت تكون هسه يجمع الروايات. إذا يجمع الروايات ويحاول يحللها ينفضح، بس هو يضطر أنه يأخذ الرواية، تصير طريقته بالبحث طريقة انتقائية، يأخذ الروايات اللي تخدم دعواه أو تخدم توجهاته أو تخدم أيديولوجيته. يعني تعرفون ذول الملحدين يعني مؤدلجين، وإلا إذا أي واحد منهم يريد يبحث هاي المواضيع بحثا موضوعيا راح يهتدي إلى الحقيقة، لكن يحاولون قدر الإمكان. يعني هسه مثلا قبل شوية قرأنا لكم يقول هذه الغزوات الانتقامية هسه يعني تنزلنا انتقام من منو؟ انتقام من الشخص اللي اعتدى عليك، يعني رد الاعتداء وفق الطريقة الإنسانية والعقلانية. شنو هذا مثلا؟ يعني جريمة؟ لا مو جريمة. أنت ذات تحاسب، حاسب اللي اعتدى أولا، حاسب اللي يعتدي. إذا أنت مثلا تريد تحاول أن تقلل من هذه الجرائم، تحاول أن تكون عادل في حكمك، وحاسب الإنسان المعتدي. فهذا اللي يعني حاولت أن أبحثه. اللي يريد يراجع هذه المواضيع، يريد هذا الكتاب كتاب نقد الإسلام للؤي عشري اللي يتحدث عن الغزوات. اللي يريد مثلا يقرأ ويريد مثلا ينبهنا على شيء، يعني مثلا أنا كنت مو مثلا يعني ما عندي مثلا موضوعية في البحث، أو أنني مثلا لم أكن منصفا في تحليل هذه الروايات، خلوا يطرح لنا هاي المواضيع، وإن شاء الله غدا نكمل هذا البحث. نعم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. جدا نشكرك شيخنا على هذه الروايات وهذه المعلومات اللي تفيدنا كشباب. أنا بخدمتكم. إذا يعني حاولوا مثلا أن تقرون، إذا مثلا مهتمين بهاي المواضيع، أو أنكم مثلا عندكم شبهات من هؤلاء اللي يطرحون هاي الشبهات ونجي نناقشها، وأنا بخدمتكم إن شاء الله. والحقيقة واضحة بعد. هي واضحة. حياكم الله، أهلا وسهلا في بالي.
هي واضحة بوضوح الشمس. إذا الشخص يرجع للروايات ويقراها بإتقان ويقراها بوعي وفكر راح يصل إلى ما يريد. بموضوعية وإنصاف وتدبر وتحليل منهجي، ما راح يخطئ الحقيقة. بس اللي يقراها بس من أجل أنه يعني يريد يخدم يعني منهجه، يريد يخدم ايديولوجيته، يريد يخدم حزبه، اتجاهه، افكاره، مو ازيد اللي يطرحون هاي الانتقادات واللي يناقشون بهاي الامور، يعني مثل الملحدين وهاي عندهم مسبقات فكريه، وهاي المسبقات الفكريه هي اللي تخليه يعني واضع الحكم قبل ان يدخل المحكمه. يعني هو واصل للنتيجة الخطأ وهو حاكم مسبقا قبل أن يناقش هذه القضايا. صحيح شيخنا. أكو مثلا أكو مقولة الإمام الحسين عليه السلام، مو مقولة إنما جادلوه أو ناقشوه بعض من الأخوة، مو الأخوة هذول اللي جماعة من السنة. نعم. إيش قالهم بآخر الكلام؟ قالهم: إن عادت العقرب عدنا لها، وكانت النعل لها حاضرة. قد علمت العقرب واستيقنت أن لا دنيا لها ولا آخرة. صحيح هذا الكلام يبذر عن ابن بنت رسول الله؟ ما أدري، لازم أراجع هذه الرواية. تريد أقرأ لك الرواية قدامي؟ أبيات، هي أبيات منسوبة للسيدة الزهراء. إذا عندك وقت خلي أقرأ لك أنا. لا، هي هاي أبيات منسوبة للسيدة الزهراء. لا، هو الإمام الحسين على أساس قايل رويه عن العلامة المازندراني. زين، بأي كتاب أنت جاي تنقل؟ رواية ما أعرف جاي من يا كتاب العلامة المازندراني، تثق بيه ولا لا؟ زين، أي اقرأ الرواية بالله. أنه قال: حج معاوية وعمر بن العاص، وبعدما أكملا مناسك الحج ضربا خيمة وهم ينظران إلى الطريق. حجوا وكملوا وخلوا لهم خيمة وقعدوا يباعون على الطريق. فرصدوا الحسين عليه السلام. قال عمر بن العاص لمعاوية: رأيته؟ قال: نعم رأيته. قال عمر بن العاص: إن أصحاب الشام لا يعرفونه، فاسمح لي أن أستدعيه إلى هنا، والله لأخجلنه بين أصحاب الشام. يعني يخجلون الإمام الحسين بين أصحاب الشام بأسئلتهم. زين. المهم صاحبه قال: ليس بالسهل عليك، فهو ابن الإمام علي. فذهب عمر إلى الحسين، سلم عليه واستدعاه للخيمة. فهم إجا الحسين للخيمة بحكمة معينة. دخل الخيمة قال: السلام على من اتبع الهدى. ردوا عليه السلام. عمر بن العاص قال: لدينا مسائل نسألك. الحسين قال له: اسأل. قال له عمر: لماذا ذريتنا أكثر من ذريتكم؟ هذا السؤال الأول. الإمام الحسين جاوبه قال له: بغاث الطير أكثرها فراخا، وأم الصقر مقرات النزور. يعني هاي الطير اللي يعيش بالصحراء ما يفيد، عنده فراخ هواي وبيض وهاي، بس ما يفيد لا بريش لا بأكل لا. فسأله سؤال ثاني هو عمر بن العاص، قال: لماذا شواربكم لا تشيب بسرعة عكس ما شواربنا تشيب بسرعة؟ الإمام الحسين قال له: لكم نساء بخيرة، يعني لا تهتم بنظافتها الشخصية، يعني رائحة فمها كريه. بلي. قال: ذات رائحة نتنة، فإذا قربها أحدكم نهكت في وجهه فشاب شاربه. قال عمر بن العاص: لدي سؤال ثالث وأخير. هو هذا السؤال اللي أنا محيرني، هذا السؤال الأخير. قال: لماذا لحاكم أوفر من لحانا؟ لحيتكم أوفر من لحيتنا. قال الإمام الحسين عليه السلام: قال الله الصوت تعالى. بدأ يقطع. الإمام الحسين عليه السلام جاوبه قال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكده. نخب عمر بن العاص بعد ما بيدش يستسلم. قال له: يا أبا عبد الله اذهب إلى عبادتك،
للعباد يعني كمل عبادتك. الإمام الحسين هناش قال لي، قال له إن عادت العقرب عدنا لها، وكانت النعل لها حاضرة، قد علمت العقرب واستيقنت أن لا دنيا لها ولا آخرة. هل صحيح أن الإمام الحسين عليه السلام تبدر من عنده هيك كلام أو أبيات؟ تفضل شيخنا. شيخنا صوتك راح. شيخنا موجود؟